لو انت من برج العرب او حتى مش من برج العرب، فتعالى اعيشك معايا في تمرينة النهارده. كان معايا النهارده 2 لعيبه من احسن اللعيبه اللي انا شفتها في برج العرب. انس جمال مواليد 2012، لعيب كوكتيل مهارات، بس ناقصه ان هو ينظف عقليته شويه وهيبقى في مكان كويس. مازن تامر لعيب اي مدرب يحبه في فرقته، ناقصه بس شويه التزام هيبقى برضه في مكان كويس. بدانا التمرين، فكينا العضلات بالرولات وشويه تسخين كده بالاساتيك، بعد كده جرينا حوالين الملعب. من اهم الحاجات اللي انا بحب اعملها، ما بحبش اسيب اللعيب يعمل الاطالات بتاعته لوحده. وقفت معاهم عملنا الاطالات، وبعد كده كل لعيب مشى الكره في رجله يرجع الحساسيه كده قبل ما يبدا التمرين. وطول ما انت شايف كونزات في التمرين معايا اعرف ان احنا لسه بنسخن، لان انا ما بحبش امرن بكونزات. مش عايز حاجه في التمرين غير اللعيب وعقله والكوره، ساعتها هطلع منه احسن شغل. طب تمرينه النهارده بقى كانت مركزه على الاثنين بيلعبوا في مركز، مع ان في السن ده المركز مش مهم، انت لازم يكون عندك خلفيه على كل المراكز اللي موجوده في الملعب. وياما لعيب بدا في السن ده في مركز وغير لمركز تاني وطلع احسن نسخه منه. بحكم مركزهم قررت اديلهم الوقت اللي يعبروا فيه عن مهاراتهم، يطلعوا اللي عندهم، لان مهم قوي تعرف اللعيب اللي قدامك عنده ايه وخايف من ايه عشان تعرف تعالجه، وناقصه ايه عشان تعرف تطوره. يهمني ان التمرينه تكون مقاربه للماتش، بس بدل ما يبقى في خصم قدامك او كونز ما بيتحركش، انا عايزك تتخيل المدافع ده مكانه فين وهتعدي منه ازاي. مش هعدي كده بعشوائيه وخلاص. 90% من الهافات دلوقتي بتروح على المدافع مش عارفه هي هتعمل ايه، الا هافات الليفل العالي. هو بيبقى رايح مقرر هيرقص ازاي، هيرقص فين، هيعدي منين، وبعد ما بيرقص هيعمل ايه. الحاجات دي كلها بتفرق، وده كان هدفي في تمرينه النهارده، ان اخليه يبتدي يحط عقله التمرين مش رجله بس. ساعتها هتعرف تطلع احسن نسخه منه، لانك بتنمي اهم جزء في جسمك وهو عقلك. لو عايز تطور جسمك بس او مهاراتك بس ممكن تروح لاي حد عادي، لكن لو عايز تطور عقلك انت عارف كويس تعمل ايه من غير ما يمكن لان اول مدرب تخصصي في البورد انا عامل عروض الفتره دي، مع الوقت ما اعتقدش ان العروض دي هتكون موجوده تاني. فلو حابب تشوفني تاني ما تنساش تتابعني وصلي على النبي.